السلام عليكم شباب بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. بداية للي بيسأل، يا رجل هذا اللي اسمه وائل يا زلمة بنشر فيديو، برجع بيومين بنشر فيديو بعدين بيوقف. يا اخوان انا لا بنشر ولا بوقف. انا بالفيديو اللي فات شرحت لكم، قلت لكم اي فيديو بيصل 24 لايك مباشر راح انا انشر بعديه بثاني يوم فيديو. انا الان وصلت 24 لايك على اخر فيديو نزلته، هاي بدي انزل كل فيديوهات. طيب شو قصة الفيديو هذا يا وائل؟ القصة هي تحفيز، انه انت ليش ما تشتغل على نفسك، انه انت ليش ما بتتعب. على فكرة لا تصدق اللي بيقول لك ترى هذا انولد في ثمه معلقة من ذهب، لانه في ناس انولدت في ثمها معلقة ذهب من اول ما انولدت، لكن هل هي عرفت تستغل هذا الاشي؟ الله اعلم. انت لازم تكون دايما الافضل، دايما اسعى انك تكون الافضل بين اي اشي بتعمل. يعني بدي اعطيك على سبيل المثال، انساك مني انا، قول انت حاب تكون مثلا شرطي، لازم اول شي تدرس مهنة الشرطة، لانه اجباري مش راح يخلوك شرطي بدون ما تكون عارف اشي بالحياة. درست الان انت وصار عندك خبرة شو هو الشرطي، لما تقدم خبرتك تتقارن مع خبرات كثير ناس، فاذا كانت خبرتك اكثر راح يقبلوك مباشرة. فاللي أنا بحاول أقول لك إياه الآن واللي بدي إياه منك تفهمه أنت، إنه طور من نفسك على قد ما بتقدر، عشان لما حدا يجي يقارنك بحد تكون أنت دايما الأفضل. وقت المقارنة وقت الجد كون دايما أنت الأفضل. واللي بيقول لك يا رجل الموضوع ترى صعب، أكيد صعب، ما في إشي بالحياة سهل. الله خلى الدنيا إنها اختبار، والله كريم كمان. اسعى يا عبدي، اسعى يا عبدي وأنا راح أعطيك. فهمتوا؟ فالله بحب اللي بيسعى. لما انت بتسعى فالله بيعطيك. فالمطلوب منك انت اليوم انك تسعى، والسعي لشو؟ لهدفك. عندك هدف بدك تسعى، بدك تجيبه، لا يمكن تستسلم. ما في اشي بالعالم بيقدر يوقفك عن هدفك الا شغلة واحدة، وهي انت، او ان الله لن يكتبه لك. ويعني نادر جدا، نادر جدا 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 ان نقول مثلا انه الله بدوش اياك تحقق هدفك اللي انت بدك اياه، لانه الله بحب العبد اللي بيسعى، بحب العبد اللي عنده نية لإشي عظيم جدا. تمام، هاي النقطة انتهينا منها. النقطة الثانية يا اخوان، ترى انا قلت لكم الفيديو اللي فات المصاري اشي اساسي. اللي مش مقتنع او مش مصدق انا بدي اسألك سؤال، انت او لا انت اسأل نفسك سؤال، هل نعم من جد المصاري بالوقت الحالي مش مهمة؟ ولو مش مهمة شو السبب؟ ولو مهمة شو السبب برضو؟ أنا بالنسبة لي عندي أسبابي اللي خلتني أقول إنه المصاري مهمة جدا، بس مش أهم من إشي. يعني هذا أهم إشي بالحياة، الصلاة، التقرب من الله. خليك دائما قريب من الله. تمام، ترى التوفيق من عند رب العالمين يا شباب. تمام، هسه بنيجي لموضوع ثاني يا اخوان. اذا انتم حابين يعني اكتبوا لي بالتعليقات ايش حابين اني احكي عنه، راح احكي عنه فيديو. تمام، ونرجع بنوضح هاي النقطة عشان تفهموا انا ليش ما بنزلش. اسرع انزلكم هذا الفيديو لاني ايش، الفيديو اللي قبله وصلت 24 لايك، هذا الفيديو يصل اليوم 24 لايك، يصل بكرة 24 لايك، اليوم اللي بعده راح ينزل فيه فيديو. يعني صار موضوع تنزيل الفيديوهات بايدكم، خلص بدكم فيديو ينزل وصلوا 24 لايك انتهى الموضوع، الفيديو راح ينزل. وهسه بترككم مع المقطع واللي ظل من المقطع. وزي ما قلت لكم، اذا حابين اني اظهر صوتي دايما او احكي عن اشي محدد بدكم اياه، اعطوني بالتعليقات عن شو احكي وابشروا.
coming. Yes, coming. Coming, team. No. Let's go. No. Help. Bro. Help, guys. Come. No, finish, bro. Oh my god. Bro, no.